المشاهدون الأكارم، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم من الفضائية الإريترية. نحييكم ونقدم نشرة مفصلة لظهيرة اليوم أصحبكم خلالها محجوب حامد، والبدء بالعناوين. تنظيم الشعب أساس برامج التنمية الوطنية. امتلاك الأسهم في مؤسسة إيريتيل استثمار مربح. الإريتريون في المهجر يقومون بأنشطة وطنية. قدس يدعو للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني. مقتل 12 في هجوم انتحاري على مقر مفوضية الانتخابات في ليبيا. وبدء المحادثات التجارية الأمريكية الصينية في أجواء من الحذر. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. أجرى مسؤول الشؤون السياسية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يماني قبر آب مقابلة مع الفضائية الإريترية تطرق فيها إلى القضايا السياسية والتنموية وأهمية التنظيم القوي لإنجاحها. التفاصيل في سياق التقرير التالي. قال مسؤول الشؤون السياسية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة سيد يماني قبر آب إن التنظيم الواعي والقوي للشعب في الداخل والمهجر يعتبر حجر الزاوية للنضال الذي جرى والجاري حاليا لوجود إريتريا كدولة وضمان استمراريتها وتطورها. وأوضح في المقابلة التي أجراها مع التلفزيون إن نضال الثورة الإريترية يميز بقوة الشعب وقدرة التنظيم، وقال إن الشعب في الداخل مون ورعى المناضل وناضل إلى جانبه، فضلا عن التنظيم القوي المستمر منذ 80 عاما وتطور مع النضال وأسهم بدور فاعل في الخارج. وشدد بأن الروح القوية وتنظيم القدرات الذي ظهر بعد الاستقلال وخاصة بعد غزو الويان من جانبه ومهام التصدي للمؤامرات من جانب آخر قد قل مثيله. وأشار إلى أن تنظيم الشعب والصمود والقوى السياسية توسع في السنوات 20 الماضية وتطور مع المرحلة والتحديات وتعددت أساليبه بشكل جديد، ونتج عنه بلوغ إريتريا مستوى آمن ووضع أساس اقتصادي متطور إضافة إلى شعب يعيش في استقرار ووئام. وذكر سيد يماني بأنه يجب علينا عدم النظر لقدراتنا بالدونية، ذلك أن الإنجازات الكبيرة التي تحققت لتحقيق الاستقلال وتأمين السيادة وبناء الوطن وإبراز الصورة الحقيقية لإريتريا والتصدي وإفشال المؤامرات والعدائيات معيار ومثال حي لفعالية التنظيمات الإريترية. وأفاد أن هذا لا يعني بعدم وجود القصور، فإن المرحلة تتطلب تقوية التنظيم وجعل الشباب يشاركون في الأنشطة السياسية وتطوير التنظيم بأسلوب يتماشى مع مرحلة التنمية التي نولجها وخلق الأرض لتقدمهم وابتكارهم التقني في عصر المعلومات هذا. وأوضح بأن عدد وكثرة الإريتريين في المهجر وقدراتهم التعليمية والمهنية والاقتصادية تختلف عن السابق، مشيرا إلى منح الاهتمام الكبير لخلق الاستثمار في البرامج التنموية والاستراتيجية وتنمية القدرات البشرية ومعرفة جميع الإريتريين لحقوقهم والفرص والمهام التي يقومون بها وتوجيه قدراتهم في البرامج الوطنية. ودعا كافة التنظيمات للعمل الدؤوب لتطوير الشراكة بين إريتريا والدول التي يعيشون فيها وأن يكونوا سفراء بلدهم، معلنا عن وجود برامج لخلق وسيلة ضم المواطنين الذين لم يشاركوا في البرامج الوطنية لأسباب مختلفة إلى الصفوف. وأوضح مسؤول الشؤون السياسية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة سيد يماني قبر آب أن إريتريا تسعى جاهدة ضمن استراتيجيتها لوجود حسن جوار وتعاون وازدهار في المنطقة، داعيا الجاليات الإريترية في الخارج للتعاون مع مواطني الدول المتواجدة فيها لتحقيق هذه الاستراتيجية. صرح وزير المواصلات والاتصالات السيد تسفى سلاسي برهاني بأن امتلاك الأسهم في مؤسسة إيريتيل استثمار مربح. وذكر الوزير تسفى سلاسي بأن خدمات مؤسسة إيريتيل في تطور وتوسع مستمر، ونتيجة لذلك ارتفعت الفوائد. وقد قررت الحكومة عام 2013 لبيع أسهم المؤسسة لاستفادة المواطنين من هذه الأرباح، حيث امتلك 746 من المواطنين في الداخل والمهجر ما يصل إلى 55,849 سهما.
وقال إن مستحقات الأسهم تحدد من الربح الصافي للمؤسسة وكمية المال المستثمر، مشيرا إلى أن عملية تقديم المستحقات المالية لأصحاب الأسهم تسير جيدا، غير أن بعض أصحاب الأسهم لم يحصلوا على مستحقاتهم لعدم إرسالهم رقم حسابهم، داعيا إرسال رقم الحساب البنكي سريعا. وأشار إلى أن مستحقات أصحاب الأسهم توضع في الحسابات الخاصة في البنك التجاري الإريتري والبنك التجاري العقاري الإريتري، ودعا أصحاب الأسهم الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم إرسال رقم حسابهم البنكي عبر موقع إريتيل في شبكة المعلومات. وأوضح وزير المواصلات والاتصالات السيد تسفى سلاسي برهاني بأن باب مكتبه مفتوح لأصحاب الأسهم في إريتيل لأي أسئلة واستفسارات عن عمل المؤسسة وتوزيع الأسهم. عقد أعضاء مجلس إقليم شمال البحر الأحمر اجتماعا تنويري لسكان مديرية جندع لتوضيح القضايا التي ناقشها المجلس والقرارات والتوصيات التي أصدرها في اجتماعه الدوري 14. وقدم أعضاء المجلس توضيحا حول البرامج المنفذة لإكمال الخدمات الاجتماعية وإرساء البنى التحتية والبرامج المستقبلية. وذكروا بأن التوصيات التي أصدرها المجلس تشمل الإسراع في أعمال البنى التحتية في بدة وعيل بابو ووقيرو، وتعزيز أولياء الأمور لجهودهم لمتابعة وتشجيع أبنائهم الطلاب. وطالب السكان لإيجاد بديل لحطب الطاقة ومنح الأراضي السكنية للمواطنين المؤدين واجبهم، وإيجاد حل لمشكلة مياه مدينة جندع ودنقلو لعلاي. قام الإريتريون المقيمون في فرنسا وألمانيا وأمريكا بأنشطة تقييم وتنظيم الدفع بالبرامج. وفي هذا الإطار عقدت سفيرة إريتريا في فرنسا السيدة هانا سيمون سمينارا للإريتريين في باريس حول التطورات الراهنة ودور المواطنين في المهام المرحلية، وقدمت توضيحا حول دور المواطنين في المهجر في البرامج الوطنية وأهمية تنظيم المواطنين وتقوية التنظيمات الوطنية والتطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على البلاد. في غضون ذلك عقد تنظيم الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة فرع ألمانيا اجتماعه السنوي يومي 28 و29 من أبريل في هايدلبرغ. وأوضح القائم بأعمال السفارة الإريترية في ألمانيا السيد يوهانس والدو توضيحا في الاجتماع بشأن الأنشطة الدبلوماسية وتطورها وبرامج الدبلوماسية الشعبية التي يقوم بها الإريتريون في المهجر. وقدم مسؤول الشؤون الجماهيرية والمجتمعية السيد كحساي تولدي تقريرا عن أنشطة فرع الجبهة الشعبية في ألمانيا وبرامجه المستقبلية. وقدمت في الاجتماع أوراق عمل حول فرص وتحديات الجبهة والثقافة والغزو الثقافي ودور المواطنين لعكس الصورة الحقيقية للبلاد وتقوية القدرات الاقتصادية والمهنية وأهميتها وغيرها من المواضيع. من جهة أخرى عقد في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو المؤتمر السنوي للتنظيمات الإريترية الوطنية في وسط وغرب الولايات المتحدة الأمريكية من 21 وحتى 23 من أبريل. وأوضح القائم بأعمال السفارة الإريترية في الولايات المتحدة الأمريكية السيد برهاني جبرهوت توضيحا عن الأوضاع الراهنة في البلاد وتقوية الجبهة. كما قدمت مسؤولة الشؤون الجماهيرية والمجتمعية السيدة حدينة قلتا ورئيس الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في شمال أمريكا السيد محرت آب عند برهان توضيحا بشأن برنامج عمل الجبهة للتصدي والتنمية الاقتصادية الرابعة وهيكل وعمل اللجنة الوطنية. أعرب سكان مدينة أغردات عن ارتياحهم لخدمات الكهرباء المقدمة ل16 ساعة في اليوم مخففة معاناتهم السابقة، مؤكدين الاستعداد لتقديم كل المتطلبات لخدمة كاملة. وأوضح أصحاب المتاجر أن نقص الكهرباء كان يؤثر على أنشطتهم وتقديم خدمات جيدة للزبائن، وقد حدث تطور ملحوظ بعد تركيب الحكومة مولدات الطاقة العام الفائت. وقال مسؤول شركة الكهرباء فرع أغردات السيد كحساي جوندر لوكالة إيرنا أن مولد الطاقة الذي تم تركيبه رفع معدل الطاقة بنسبة 400%. وأوضح عن العمل لمد خطوط الكهرباء لتوسيع الخدمات في 10 ضواحي في مديريتي أغردات ودقة، وإكمال العمل لإدخال التيار الكهربائي إلى قرى أنقرني وقرساي وعد حمد إيرا وعد شبوت وعد كوكوي وتكراريت وعد شقلي وعد همد.
وذكر بأن البرامج المستقبلية طويلة الأجل تشمل مد الكهرباء إلى البساتين، داعيا المواطنين للمشاركة الفاعلة لحماية أعمدة الأسلاك الكهربائية. أفادت وزارة الثروة البحرية أن حوت نافق طوله 11 مترا انجرف في شاطئ رأس حماس يوم 28 من أبريل المنصرم، وتدل العلامات الواضحة في أجزائه الخارجية إلى إمكانية اصطدامه بالسفن الكبيرة. هذا وقد عثر على حوتين نافقين في شواطئ إريتريا في الأشهر الأربعة الماضية، وأربع أسماك مماثلة من عام 2014 وحتى 2018، ويمكن أن يكون العدد أكبر من ذلك في حال العثور على عينات أخرى. ويعتبر البحر الأحمر أحد البحار الغنية بالأسماك، كما نجد أكثر من 16 من أنواع الحيتان. كان ذلك حصيلة أنباؤنا الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأنباء العالمية، كونوا معنا. مرحبا بكم من جديد. وعلى الصعيد العالمي، اقتحم انتحاريون مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس، فقتلوا ما لا يقل عن 12 شخصا وأضربوا النار في المبنى في هجوم أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه. وذكر مسؤولون أن المهاجمين فتحوا النار على موظفي المفوضية واشتبكوا بالأسلحة النارية مع قوات الأمن التي حاولت استعادة السيطرة على الموقع. واستهدف الهجوم فيما يبدو تعطيل جهود تنظيم الانتخابات في ليبيا بنهاية العام في إطار مسعى تقوده الأمم المتحدة لتوحيد البلاد وإعادة الاستقرار إليها بعد سنوات من الاضطرابات والانقسام السياسي. وفور وقوع الهجوم تصاعد دخان أسود كثيف من مقر المفوضية في حي قط الشعال إلى القرب من وسط طرابلس، وهذا أول هجوم من نوعه في طرابلس منذ عدة سنوات. ورغم أن الأمن لم يستتب في أنحاء ليبيا، إلا أن العنف في العاصمة اقتصر في الآونة الأخيرة على اشتباكات محددة بين جماعات مسلحة. حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتشرت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدم الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وقال إن هناك خطرا حقيقيا بنشوب حرب في حال لم يتم التقيد بالاتفاق المبرم عام 2015. ويعد ترامب منتقدا قويا للاتفاق الذي وافقت عليه إيران على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها، وقال إنه سيتخذ قرارا في هذا الشأن في 12 من مايو أو قبله. وتأتي التصريحات بعد أيام من كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ملفات سرية نووية تثبت أن إيران كانت تسعى سرا لإنتاج أسلحة نووية. دخلت شركة صينية موسوعة جنس للأرقام القياسية لعدد الطائرات بدون طيار التي يتم إطلاقها في وقت واحد، بعدما أطلقت 1374 طائرة لمدة 13 دقيقة في نطاق مساحة تمتد لكيلومتر مربع. ونجحت شركة هانغ جيرت للطائرات بدون طيار في تحطيم الرقم القياسي العالمي، مسجلة رقما جديدا بفارق 156 طائرة عن شركة انتل الأمريكية للتكنولوجيا التي سبق وأطلقت 1218 طائرة بلا طيار في وقت واحد خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية في فبراير. وقالت الشركة في بيان إن الطائرات التي أطلقتها خلال عرض ليلي في مدينة شيهان السياحية شكلت 16 شكلا ثلاثي الأبعاد. وفي وقت سابق هذا العام قالت الشركة إنها أنهت التجارب الخاصة بالطائرة التي تستطيع حمل راكب واحد بسرعة تصل إلى 130 كيلومترا في الساعة. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.